ازيكم يا اصدقائنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في حلقه جديده في قناه سايكولوجيات. كان في بنت اسمها ساره، فاكره كل اللي حصل في اليوم ده. كانت ماشيه عادي جدا في الشارع وشافت راجل بيخطف بنت صغيره قدامها. صوت البنت ولبس الراجل حتى العربيه، كل حاجه محفوره في دماغ ساره. دخلت القسم وحكت للشرطة كل التفاصيل، قالت اسم الشارع ونوع العربية حتى لون التيشيرت اللي الراجل كان لابسه. ورجال الشرطة رسموا المشتبه فيه، حتى بعد كام يوم قدروا يقبضوا عليه فعلا. الكل سقف والبنت رجعت بيتها وبقت سارة بطلة في الوقت ده. بس بعد أسبوع واحد بس ظهرت المفاجأة. الراجل ما كانش في المدينة أصلا وقت الحادث. تحقيق ورا تحقيق لحد ما اكتشفوا إن سارة ما شافتش حاجة أصلا من الأساس. هي بالليل كانت قاعدة في بيتها عادي جدا وشافت نفس المشهد ده في نشرة الأخبار، وقامت نامت طبيعي. صحيت لقت مخها خلط بين الخيال والحقيقة، بالتالي راحت بلغت مركز الشرطة. سارة يا صديقي ما كانتش كدابة، بس دماغها اللي كذبت عليها. وده يا صديقي موضوع الحلقة بتاع النهاردة، الذاكرة الكاذبة. ازاي دماغك ممكن يخدعك ويكذب عليك ويحط في ذكرياتك تفاصيل انت اصلا ما عشتهاش. هتيجي نفهم ازاي ده ممكن يحصل.